السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في حلقة جديدة في قناة وليمة مع كلثوم. اليوم جبت لكم الكيكة اللي دايره ترند في مواقع التواصل الاجتماعي، كيكة احمد او كيكة الهبة. جيت نختم لكم هاد الترند، كتجي فريمون كتستحق تجربة، كتجي لذيذة، كتجي معلكة. درتها بطريقتي، غادي نشارك معكم اشنو تقديت ليها. هي راه بدون فرن، وما غاديش نقول لكم باللي انه بعناصر اللي متواجده في اي دار، نو عناصر اللي خصك تخرجي تقدي ليها. ولكن راه كتجي لذيذه. درتها باسهل طريقه، ودرتها بطريقه اللي اقل تكلفه، دي اقل تكلفه ممكنه. غادي نشاركها معكم. دونك التقديه ديالي اشنو جبت غير كريم شانتي، يعني هي راه كدار بكريم تشيز وكدار بمجموعه من لي كريم بما فيهم فيلادلفيا وزيد القدام. دونك هنا غادي شنو جبت، عاود جبت اي كيكه تقدروا توجدوا، كيكه ديال الشوكولا في الدار، اولا ديروا غير كيكه ديال ميريندينا او جينوفا او شي حاجه من هذا القبيل هذا، كيكه ديال الشوكولا. جبت الكونفليكس ديال الوليدات الصغار اللي تا هو بالشوكولا، جبت كاكاو والحليب. وهنا نسيت الشكلاط اللي ضروري غادي نديروه في الطبقه الاخيره، ولكن عتقت الموقف غير بهذا الشيء. صبت واحد الصوص اللي جات ألذ من الشوكولا، غادي نشاركها معكم. ماشي ضروري تجيبوا الشكلاط، غير بهذاك بالكاكاو مور غادي نصايب واحد الصوص اللي تقدروا تستعملوها في الكيكات ديالكم اولا في وصفات اخرى في الحلويات ديالكم. هنا اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نطلع كريم شانتي بواحد كاس ديال الحليب. الاضافه اللي غادي نضيف انا هي فلون ايديال اولا فلون ديال البنان، واحد النسمه رائعه، عطى الشانتي ديالي واحد الخطوريه خطيره جدا جدا. كيف قلت لكم انا غادي ندير معكم هذه الكيكه ضروري من اللمسه ديالي وضروري من الاضافات ديالي. هنا قال لك ضروري كتسقي هذاك الكيكه، كتسقيها بواحد حليب ديال الشوكولا، كيتباع حليب ديال الشكلاط سميتو مفيد يمكن. دونك انا غادي نوجدو بواحد كاس ديال الحليب وبالكاكاو نيت. دونك غادي نديروه يذوب شي شويه اولا يسخن هو باش غادي نسقي الكيكه ديالي. شويه من هذا الحليب هذا غادي نصيب به داك الصوص اللي قلت لكم بديل الشكلاط، حيت الشكلاط نسيت ما تقديتوش. غادي ناخذ شويه من هذاك الحليب اللي فيه الكاكاو المر، غادي نزيد عليه معلقه ديال الزيت، وغادي نزيد عليه مع 2 معالق كبار من الكاكاو المر، وغادي نزيد 2 معالق ديال السكر. دونك هاد الصوص هذه كتجي خطيره جدا، هي اللي درت كطبقه رابعه. دونك فيها 4 ديال الطبقات. دونك نزيد 2 معالق ديال السنيده كيف ما قلت، وغادي نردو كل شيء يطبخ فوق العافيه وما غاديش نغفلوا عليها. دونك تنبقاو كنحركوا، راه ما كتكور هذاك الكاكاو من حتى شي حاجه، راه كلشي كيذوب وكتعطيني بحال واحد المرايه طبقه كتجي رائعه جدا. هنا من بعد ما زولت الكاسرونه ديالي من فوق العافيه غادي نضيف قطعه ديال الشوكولاته هي اللي كانت عندي متوفره. دونك هذه طبقه كتجي بحال شي مرايه كبديل ديال الشوكولاط. كاين اللي عندكم الشوكولاط غدوبوا في الباماغي وسالينا الديسكور، يعني ما كاينش لا داعي انكم ديروا هادشي كله ديال الحليب والكاكاو وتزيدوا الشوكولاط. دونك هذه كبديل ديال الشوكولات. هذه طبقه كتبقى كي قلت لكم الطبقه الثالثه. هنا الكريمه ديالي هي وجدات كريم شانتي، جات رائعه بمذاق ديال فلون ديال البنان، جات هائله وجات خاطره. شوفوا الاضافه اللي درت، حيت ضروري من اللمسه ديالي في هذا الترند هذا. هنا غادي نجيبوا لشي حلواني غيسهل عليكم المأموريه بزاف. دونك لا ما عندكمش راه ممكن انكم تحطوا هاد الطبقه الثالثه او الطبقه الثانيه، تحطوها فاسيلمون غير بالموس وبالمعلقه. ولكن الا كان عندكم جيب حلواني غادي يسهل عليكم المأموريه، سواء درتو مول فرديين او درتو مول جماعيين او مول جماعي. ممكن تعاونكم بزاف باش تحطوا الكريمه ديالكم فاسيلمون بلا ما يتجلخ المول حتى شي حاجه. دونك حيت انا عندي غادي نستعين به. نورمالمون هاد الكيكات او هاد كيكه احمد كدار في المول اللي على هاد الشكل هذا بهذا الحجم هذا. دونك ما غاديش نديرو. كنفضل انني نديرو في مول هكا فرديين كيجيو كيوت صراحه، وكيجي في المظهر ديالهم كيجيو رائعين. وهكذا كياخذ كل واحد الكويس ديالو، وكيجي كفكره ممتازه للتحليه في الفطورات ديال رمضان او حتى ما بعد رمضان. صراحه غادي نبقى نوجدها لان كتستحق تجربه هاد الحلوه هذه. دونك هنايا غادي نديرو اي كيكه عندكم. ممكن توجدوا جينواز او ممكن توجدوا كيكه عاديه ديال الكاكاو، اولا كانت عندكم شي كيكه بايته ديروها كم طبقه لان غادي تسقى. ديروا ميريندينا، ديروا اي نوع. هنا درت جينوفا. دونك اي نوع عندكم متوفر عندكم. وصراحه في جميع الاحوال هاد المكونات هادو راه ما يمكنش يكونوا متوفرين في الدار كاملين. دونك الا كانت عندك كيكه ما غاديش يكون عندك كونفليكس، لكن عندك كونفليكس ما غاديش يكون عندك كريمه شانتي. وكي قلت لكم هاد الكريمه راه كاين اللي كيدير فيها فيلادلفيا، كاين اللي كيدير كريم تشيز، كاين اللي كيدير مجموعه من لي كريم اللي فريمون سا كوت بلو شير. دونك هذه اقل تكلفه.
هنا ما بقى لينا غير نسقيو هذوك الطبقه هذه ديال الكيكه اللي درتو او ديال الجينواز اللي درتو او اي نوع ديال الكيك درتو لتحت، لان ضروري من هذه المرحله هذه. الا درتو كيكه يعني غادي تكونوا استعملتوا الفران. الا درتو كيكه واجده هذه غادي نقدروا نسموها كيكه بدون فرن، لانه كلشي جبناه واجد اباغ الكريمه هي اللي صايبنا في الدار. حتى من هذا الحليب اللي وجدت انا بالكاكاو راه كيتواجد، راه كيتباع هذا الحليب بالكاكاو راه كيتباع، يمكن سميتو مفيد. ممكن تهوى توجدوه او لا تهوى تاخذوه هكذا، غادي يكون كل شيء جاهز، ما بقى لكم غير ديروا المونتاج. دونك الطبقه الاولى كانت عباره على الكيك، والطبقه الثانيه هي عباره على كريم شونتيي اللي وجدت معكم. وكما قلت لكم تقدروا ديروا اي كريمه، والجيب الحلواني كيعاون بزاف باش انكم تاستامبيو او انكم تابليكيو هذه الطبقه الثانيه. غادي تبقى الطبقه الثالثه هي ديال الشوكولاط اللي وجدت معكم. طبقه كتجي كيف ما قلت لكم ممكن تذوبوا غير الشوكولاط عادي، تذوبوا في الباماري وديروه كم طبقه اخيره. شوفوا لي هاد هادي سون صوص، نقدروا نقولوا عليها سون صوص شوكولا. كنديرها بزاف في لي كيك ديالي وكنسقي بها، ولا كنديرها كطبقه من الفوق كتعطيني بحال طبقه ميغوار، كتعطي واحد اللمعه. سورتو لا درتو مع هذيك المعلقه ديال الزيت او معلقه ديال الزبده كتعطيكم واحد بحال المرآة. دونك هاد لاصوص هادي معتمده عندي في مجموعه من الوصفات اللي هكذا ديال لي كيك. دونك ديبانيت حيت نسيت الشكلاط ما خديتوش. تقدروا ديروا بحالي اولا تقدروا تشروا الشوكولا حتى هو. تابليكيوكم طبقه ثالثه، وغادي تبقى لنا اهم طبقه اللي هي الترند ديال هاد الكيكه هذه، هو الكونفليكس. تاخذوا هكا الكونفليكس ديال الوليدات الصغار بالشوكولا، اللي الا كان على شكل حبيبات كان احسن. غادي نديروه في واحد البواطه محكمه الاغلاق، لان غادي نحتاجو باش نحركوه. وغادي نضيفوا سوا تضيفوا الشوكولاط دايب، سوا تضيفوا صوص الشوكولا اللي درت انا ضفت هنا داك الحليب، غير الحليب بالكاكاو. غير مهم انه باش يتفزقوا لينا هذوك الحبيبات، باش ملي نديروا الكاكاو غبره يجوا ملبسين. دونك ضروري تفزقوا هذوك الحبيبات بالكاكاو مور باي سائل، سواء بالشوكولاط كيف ما قلت لكم، سواء بصوص الشوكولاط، سواء غير بالحليب. شويه واحد 2 معالق ديال الحليب، تفزقوا هذوك الكويرات وديروا واحد 2 معالق ديال الكاكاو المر، تخلطوا كل شيء في البواطه. وهذه هي اخر طبقه كدار في هاد الكيك هذا. دونك غادي تحطوا الطبقه الاخيره في لي مول ديالكم. كما قلت لكم ممكن ديروا مول جماعي، يعني مول كبير هكا، وديروا نفس طبقه ديال الكيكه، تسقيوها، ديروا كريمه، ديروا طبقه ديال الصوص ديال الشوكولا ديالكم. واخر حاجه هي هاد الكونفليكس هذا اللي مهم جدا. اللمسه الثالثه ديالي في هاد الترند هذا هو غادي ناخذ من الكريمه اللي كانت باقا عندي في البوش، وغادي نزين بها. شوفوا لي على الطبقات، شوفوا لي على الكويس كيفاش كيجي. كيف ما قلت لكم بهاد فرديين احسن، زعما تابليكيوها على دي مول هكا فرديين كان احسن. هنا اللمسه ديالي اخر حاجه. نورمالمون راه كتسالي عند الكونفليكس، صافي سالينا الكيكه ديالنا واجده. انا حيت باقي عندي شويه ديال الكريمه في الجيب الحلواني، غادي نزين بها، وغادي نزين بواحد الحبه من الكونفليكس. غادي نزين اوسي الا بقيتو متبعين معايا، غادي نزين بواحد الصوص حتى هي، داك الصوص حتى هي كان باقي عندي منها، غادي نزين بها، ندير بها خطوط، وبهكذا كتكون واجده الكيكه ديالي. هنا لقيت بلي ان مازال عندي هذيك جينوفا، مازال عندي الصوص، مازال عندي الحليب بالشوكولاط، باقي شايطه عندي الكريمه. غادي ندير واحد المول اخر من نوع اخر، غادي نابليكي به نفس الطبقات، باش هكذا كتشوفوا اي مول عندكم رق هذه الغرض، باش تاخذوا فكره على الطبقات وتشوفوا نيت هكذا، تشوفوا طبقات كيفاش كتتم هاد العمليه هذه. دونك اول حاجه كيف ما قلنا هي الكيكه، ثاني حاجه كنسقيوها، ثالث حاجه كنابليكيو الكريمه ديالنا. هنا لا ما عندكمش الجيب حلواني، انا تعمدت انني ما نديرش الجيب الحلواني، باش اللي ما عندكمش راه كتابليكيوها هكا بواحد السباتول او بواحد الموس او بواحد المعلقه، كتايطاليو هذيك الطبقه، ما كاينش مشكل. شوفوا هنايا غادي ناطالي غير بالمعلقه وسالينا، وتمسحوا ضروري تمسحوا الجوانب هكا بواحد كلينكس او بواحد المشواق، تمسحوا الجوانب وتديروا اخر طبقه هي ديك الشكلاط الدايب اولا الصوص اللي درت انا. دونك هنايا كنكونوا سالينا الطبقه الثالثه، وغادي تبقى اخر طبقه هي ديال الكونفليكس اللي قلت لكم ضروري منها باش نقدروا نقولوا عليها انه كيكه الهبه اولا كيكه احمد. يمكن هذه خليجيه هذه الكيكه هذه، ولكن راه دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، قلت ضروري ما نشاركها معكم. غادي نزين كيف ما زينت دوك الكويسات، غادي نزين حتى هاد الطبق هذا، و
حتى هو غادي ندير ليه واحد الحبه ديال الكونفليكس على كل وريضه ديال الكريمه، وما بقى لينا غير اننا نديروا ليهم السلوفان. انا غادي ندير لهم السلوفان، غادي نحتفظ بهم في الثلاجه يبردوا شي شويه، وغادي نقدموهم بالصحه والعافيه. كنتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الفكره ديال انه ديال هاد الكيكه هذه تكون حتى هي واضحه. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. بالنسبه اللي غادي يسول على الاثمنه ديال داك التقديه اللي تقديت في الاول ديال الفيديو، تقريبا ب 45 درهم وما فيهاش الشكلاط كيف ما قلت لكم. هي كيكه تستحق التجربه، ولكن بالنسبه اللي كيسول على التكلفه ديالها، فاقل تكلفه اللي ممكن ديروا بها كيف ما شفتوا معايا، راه درت غير كريم شونتي تقامت تقريبا ب 45 درهم. دونك ما بين 40 درهم و 45 درهم. انا ثمن الحليب خديته، يعني ممكن يكونوا عندكم بعض العناصر اللي ممكن يكونوا عندكم في الدار، يقدر يكون عندكم الشكلاط والحليب، تقداو غير الشونتي مع الكونفليكس ممكن. دونك انا راه تقديت تقريبا كل شيء كتقام ما بين 40 درهم و 45 درهم، ولكن راه كتعطي واحد الكميه اللي كبيره. وهنا راه شاطت ليا الكريمه وشاط ليا الكونفليكس وشاط ليا من الحليب، يعني راه كتعطينا واحد المول جماعي. الا عندكم شي ضيافه ولا عندكم هذا، راه بالنسبه ليا ثمن مناسب. هكذا كيجيو الطبقات. هنا غادي ندير الكويسات ديالي واحد جلسه تصوير، لانه فريمون كيستحقوا يتصوروا هكا. درت لهم واحد جلسه ديال التصوير، وما بقى ليا غير نقول لكم تقبل الله منا ومنكم الصيام وبصحه فطوركم. ونتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انني نكون طبقت ترند كوم يلفو. وما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في شي حلقه اخرى، في وصفه اخرى، في ترند اخر، علاش لا. كنتمنى انه نكون عند حسن الظن ديالكم، والى اللقاء.